السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير بمناسبة السنة الجديدة. طبعا احنا يعني بادئين الفيديو بتاعنا والحلقة على البوتاجاز وحاجة كده سريعة علشان خاطر طبعا الامتحانات وكده. معانا حلة على النار، حطينا فيها معلقة سمنة كبيرة شوية. هنسيبها تسيح وهننزل بيها او جواها بكيلو من اللحمه بتاعتنا. وطبعا اللحمه زي ما انت عايزاها براحتك. قطعيه اللحمه دي بتاعتك انت حسب مزاجك يعني والطعم اللي بتحبيه. هنبتدي نشوحها في الماده الدهنيه وهننزل عليها بشويه فلفل اسود. بس علشان خاطر ايه اللحمه بتاعتنا ما تتزفرش ولا يبقى ريحتها اي حاجه. انا كنت حابه ان انا اديها صدمه في السمنه او في الماده الدهنيه. هجيب بصله كبيره وهبتدي ان انا اخرطها. معانا عدد بصلة كبيرة او اتنين وسط. هخرطها تخريط عادي جدا يعني، ولا كبير ولا صغير يعني، الوسط. وبرضو زي ما انتي عايزة وبتحبيها. طبعا انا هنا مسكت البصلة بخرطها. طبعا احنا اليومين دول عندنا ضغط امتحانات، ضغط مدرسين ومذاكرة. فممكن يكون عندك حاجة دايما حطاها في الفريزر مجهزاها للوقت ده، يعني زي خضار متنضف. حاجات دايما انت تفرزنيها من الوقت للتاني. تنفعك في ايام زي ايام الامتحانات بيبقى الوقت ضيق. ولادنا بيبقوا مجهدين وتعبانين، ما ينفعش ياكلوا اي حاجة. فعشان تسهلي عليكي الوقت فتقدري تقدمي لهم وجبة كويسة ووجبة مفيدة. فلازم يبقى عندك الخضار اساسي، يكون لازم يكون في الوقت ده متنضف ومحطوط في الفريزر، يا دوبك تطلعي ايه تستعملي على طول، عشان ما تكسليش انك انتي لسه هتجيبي خضار وتنضفيه ومفيش وقت. فطبعا احنا كده خرطنا البصلايه اللي معانا. هبتدي ان انا اديها برضو تشويحه مع اللحمه، وهنزل عليهم بالخضار بتاعنا اللي احنا طبعا مفرزينينه. آه طبعا انا يعني دايما لما بجيب خضار مش لازم اجيب كمية كبيرة ترهقني في التخزين وفي التنظيف. وفي نفس الوقت تكلفك فلوس كتير. دايما لما بجيب مثلا كيلو فاصوليا خضراء بجيب 2 كيلو، بعمله وكيلو بشيله في الفريزر معمول زي اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده، متنضف ومتخرط ومحطوط في الفريزر لأي وقت انا مش هنزل في السوق. عندي الولاد زي كده عندنا امتحانات. فطبعا ايه بصوا هي زي الفل، ما فيهاش اي حاجة ولا لونها متغير ولا اي حاجة خالص، خضرة وجميلة وزي الفل. آم، دايما لما تجيبي بسلة مثلا هاتي 2 كيلو بسلة. كيلو هتعمليه وكيلو هتشيليه. جزر كيلو كيلو. دايما لما تجيبي الحاجات يعني دايما اختاري وانتي في السوق تجيبي آه يعني هتعملي حاجة، يعني عاملة حسابك في حاجة ان انتي ايه هتفرزنيها، هتحطيها في الفريزر. تمام كده. طبعا نزلنا عليها بكمية الطماطم اللي انتي عايزاها. هسيبها طبعا تاخد وتدي مع بعضها وتغلي كده. آه وهروح شوية كده وهرجع لها. طبعا انا عايزاها تغلي الطماطم اللي احنا حطيناها. بصوا شكلها اكنها طبعا احنا عاملينها طازة وفريش، ما فيهاش اي حاجة. دايما لما تبقي مفرزنه خضار دايما حريصه ان الفريزر بتاعك ما يفكش، انك ما تطلعيش خضار وتسيبيه بره يفك. لا تطلعي خضار تحطيه على طول في الحاجه اللي انتي هتطبخي فيها. طبعا نزلت بشويه فلفل تاني وشويه بهارات وشويه ملح.
دايما ما بحبش برضو اخر الملح عشان موضوع اللحمة تستوي. لا، مش بحب طعم اللحمة وهي مش مستوية بالملح. بحب احط كل الحاجات وهي تستوي براحتها. طبعا معانا راس توم، مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، وسط يعني. قشرتها وهبتدي ان انا اخدها اخرطها كده. عايزة تدوقيها وتحطيها براحتك، مش عايزة تحطي توم خالص. بس هو التوم يعني هي اساسي، في ناس بتطبخها من غير توم. بس بصراحة طعمها مش بيبقى حلو، بتبقى جميلة جدا بالثوم. طبعا انا كنت خرطت الكمية اللي معايا، ودول كانوا اخر فصين خلاص كده. بس كده. هسيبها خلاص بقى كده تاخد ايه، السوا بتاعها الكامل. طبعا الطماطم بتتشرب. عندك بقى انتي شوربة بتزودي، مش عندكيش شوربة ممكن تزودي مية عادي جدا. طبعا عندنا حلة تانية على النار، هننزل عليها بالمادة الدهنية بتاعتنا شوية زيت، وهننزل بشوية شعرية عشان نعمل الرز بتاعنا. الحلة دي بتاخد وقت، يعني الطقم ده بياخد وقت جامد جدا عقبال ما بيسخن. طبعا نزلت بشوية الشعرية بتوعنا، كانت لسه برضو ما سخنش. طبعا هفصل الكاميرا وارجعها وهو لسه برضو. بص ما فيش خالص. هسيبها برضو تسخن. طبعا كمية الرز طبعا بتاعتك اللي بتكفيكي برضو بتكفي ولادك. آه انا كنت غسلتها وسبتها تتصفى في المصفى. طبعا خلاص ابتدت اهي هتاخد لون معانا. طبعا لو وصلتي معايا لحد هنا ولسه ما حطيتيش لايك للفيديو، يا ريت تحطي لايك للفيديو عشان يوصلك مني كل جديد، وتشتركي في القناة برضه عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا حطيت انا كمية الرز اللي انا بستعملها او بتكفيني عامة، لاني عندي الولاد ما بيحبوش الرز البايت. وطبعا يعني برضو احنا الايام دي طبعا برضو المفروض ان احنا بنعمل حاجات على القد، عشان ولا يفيد مننا ولا نرمي حاجات، لان الحاجات دلوقتي غالية وبتتكلف. اقل حاجة دلوقتي بتتكلف حاجات فلوس كتير. فيا ريت دايما واحنا بنعمل الاكل يا جماعه نأنن في الاكل ونشوف اللي هيكفينا. عاملين اكل اليوم يبقى يا ريت على قد اليوم، عاملين اكل اليومين يبقى يا ريت على قد اليومين. طبعا كده انا كنت سبت الرز وسقيته، يعني لما رجعت تاني عشان اسقيه. هنا ما كانتش لسه اللحمه بتاعتنا استوت. فانا استنيت شويه وبعد كده ايه سقيت الرز. طبعا كده خلاص الاكل بتاعنا كان جهز. وطبعا ان انا هبتدي ان انا ايه اغرفه. ده الرز والفاصوليا. طبعا عايزه اقول لكم والله ريحتها وطعمها كانت زي الفل. ما فيش حاجه اسمها متفرزنه طعمها مش حلو او ما عجبتنيش. مش لازم لما تفرزيني حاجه وتبقي عارفه ان في حد عندك في الاسره هيعترض، زي زوجك زي ابنك. يعني مش لازم نقول كل التفاصيل اللي احنا بنستعملها في المطبخ. يعني هما شافوا فاصوليا خضراء مطبوخة، بس هما لا يعرفوا هي طازة ولا يعرفوا هي متفرزنة. فيا ريت ناخد بالنا من الحاجات دي. ما يطلعلكيش حد بقى يقعد يقولك لا اصلك حطها في الفريزر طعمها ما اعرفش ماله، اصلك حطها ما اعرفش فين طعمها اصله متغير. فالحاجات دي احنا بنواجهها كتير، فبطلنا بقى خلاص نقول احنا جايبين الحاجة منين وفين.
طبعا بألف هنا وشفا يا رب لكل اللي أكل لقمة. يا رب أكون فدتكم ولو بمعلومة صغيرة. ولو لسه برضو ما حطيتيش لايك للفيديو، ولو عجبك الفيديو يا ريت تحطي لايك. ولو ما اشتركتيش في القناة يا ريت تشتركي عشان يوصلك مني كل جديد. بألف هنا وشفا يا رب. ده كان شكل الطبق بتاعنا، وبألف هنا وشفا. مع السلامة.